لا بجد يا جدعان، اقسم بالله ده ما طبيعي، مش طبيعي اللي الريال بيعمله النهارده. ده ريال مدريد خمسه، الريال بيكسب بالخمسه. لا ده جديده، دي جديده بصراحه بالنسبه لي السنه دي يعني. مع كاميرا، استنى بس اعمل بس كده الفوكس، معلش يعني. خمسه كتير يا جدعان، انا ما مش مصدق ان الريال النهارده بيكسب اداء ونتيجه الاتنين مع بعض. 5 اهداف، دي جديده بصراحه يعني. ما مش عارف اقول ايه. انا فرحان ومبسوط لاني بقالي فتره كبيره جدا ما شفتش الريال بيعمل اداء ونتيجه في نفس الماتش. يا اداء بس من غير نتيجه، يا نتيجه من غير اداء. فالنهارده جمعنا الاثنين، النهارده جمعنا الاثنين بقياده السيد رونالدو جارسيا المهاجم الحقيقي. شفت يا جدعان؟ شفت لما يبقى عندك مهاجم صريح رقم 9؟ اتفرج ازاي بيتحرك في الهدف الاول، اتفرج ازاي الكنترول بالانهاء في الهدف الثاني، اتفرج الانهاء الاجمل والاجمل في الهدف الثالث ليه اللي بكعب رجليه. لا احنا جبنا رونالدو ظاهره جديد يعني. خلاص هو جونزالو رونالدو ظاهره جارسيا، اسمه رباعي كده مطول جدا. ففاهم؟ مش عارف اقول لك ايه بصراحه. مبسوط وانت مبسوط وتقريبا كل المدريديستا مبسوطين مبهورين بالاداء يعني. في حاله كده عارف، ده في حاجه حصلت ماشي. دي بدايه سنه 2026، فبدايه بشر بالخير بالنسبه لنا. في حاجه حصلت في الاجازه اللي هم خدوها، ما تعرفش بقى ايه اللي حصل. حتى فينيسيوس النهارده مختلف عن فينيسيوس 25 خالص يعني. فينيسيوس 2025 اللي قبل الماتش اللي فات لما الجماهير صفرت عليه، جه الماتش ده ورانا لمحات من فينيسيوس اللي هو بتاع 2024. فاكر انت؟ اكيد فاكره، اكيد انت فاكره وانا فاكره. فادانا بعض اللمحات، بس بخيل في لمحاته، بخيل شويتين 3 4 يعني. معلش، وصلك الفيديو؟ وصلك؟ انزل اعمل لايك، اشترك في القناه، روق علينا، ابسطنا كده بلايك واشترك يعني. مدريدي وانا مدريدي، اكيد داخل تتفرج على مدريد زيك، فدعمنا، مش مشكله، مش تخسر حاجه. النهارده انا مبسوط بالخمس اهداف. اي نعم خزوقنا في الاخر هدف، خدنا هدف يعني ملوش اي 60 لازمه، بس بشكل عام مبسوط باداء اللعيبه، مبسوط باداء تشابي الونسو النهارده، مبسوط بان مهاجم زي جونزالو جارسيا على الرغم من الفتره الكبيره اللي قاعد على الدكه رجع النهارده، ومع اول رجوع ليه سجل هاتريك 3 اهداف. تخيل يعني ايه 3 اهداف في ماتش قدام ريال بيتيس؟ عامه ريال بيتيس من ارخم الفرق اصلا اللي بتلعب قدامها بشكل عام، فريق رخم وفريق صعب بشكل عام. ففكره النهارده لما يجيب 3 اهداف والثلاث اهداف دول اجمل من بعض، فانت بتعلي على نفسك وبتحط نفسك في حته. انا بكسف الاداره، انا بكسف اداره ريال مدريد، وبكسف للاسف برضو تشابي الونسو ان هو لما بيكون مضطر يلعب بيك بيلعبوا جناح. يعني مبابي بيكون موجود وفي الاساس اصلا مبابي جناح، لا بيسيب مبابي مهاجم وجونزالو جارسيا اللي بينزل بديل بيلعبوا جناح. فسبحان الله، رد عليك يا عم تشابي الونسو ورد عليك يا عم بيريز ان انا مهاجم رقم 9 كلاسيكي. المهاجمين اللي هم اصلا في العالم كله مش موجودين يعني. المهاجمين رقم 9 ده اللي هو اللي بيتحرك هو كويس جوه ال 18 في العالم كله اصلا مش موجود منه كتير يعني. في السيتي هتلاقي هالاند، ليفربول نوعا ما ايكيتيكي او ايزاك وما شاء الله بيتصاب، تشيلسي مفيش مع كامل احترامي للموجودين، مفيش حتى اليونايتد مفيش، فمفيش بقول لك في العالم كله مفيش. حتى برشلونه بيقاوح مع فيران توريس نوعا ما، بيقاوح معاه، ليفاندوسكي كبر خلاص. فانا بقول لك العالم كله ما فيهوش المهاجم التارجت الصريح رقم 9، وفي الاخر تيجي تنزله تلعبوا جناح ازاي؟ النهارده لما جه لعب راس حربه صريح من بدايه الماتش، سجل لك هاتريك والثلاث اهداف اجمل من بعض. دي جديده بالنسبه لي، جديده. حتى النهارده برضو رودريجو عمل اداء عالمي، رودريجو، فينيسيوس، فالفيردي، بيلينجهام، مجهود جبار في الملعب، ونزلوا جارسيا الهاتريك. فمش عارف، حتى كورتو انقذنا يعني بعيدا عن ان احنا كسبنا 5 الحمد لله، برضو كورتو انقذنا في كام كوره وربنا سترها في الكوره اللي جت في العارضه ديت. كانت هتبقى 3-2 وهنخش في ما اقولكش مواويل، بس الحمد لله ربنا سترها. بشكل عام بقى هنتكلم كده على بياض وعلى بلاطه بالبلدي كده. الريال النهارده داس على وش ريال بيتيز حرفيا. انا يمكن بقول لك من فتره كبيره ما شفتش الريال بيقدم اداء ونتيجه. فالنهارده لما يكون رودريجو يعمل لي اسيستين من كرات ثابته، دي في حد ذاتها تعرفك ان كان عندك لاعب بيلعب الكرات الثابته صح وانت برضه ما بتستغلهوش. رودريجو عملها النهارده. كان برضه عندك مهاجم بيتحرك جوه ال 18 كويس، برضه ما بتلعبوش. النهارده فالفيردي عمل اسيست برضه.
انا هجمع لك بس الواحد بس حاسس ان هو ملخبط شويتين او مش عارف يرتب الاحداث، بس عادي صباح الفل. المهم يعني بالبلدي، رودريجو عمل اسيستين، جونزالو جارسيا مسجل 3 اهداف، جارسيا الظهير الايسر نزل سجل هدف عن طريقه اسيست الواد عمك فلفل. مش محتاج اكلمك بقى في راؤول اسينسيو اللي هو مش عارف يا جدعان، انا مش مطمن يعني بيني وبينك. على الرغم ان انا كسبت 5 بس ريال بيتيس عمل عليا هجمات وجا سجل هدف بسبب المعتوه اللي واقف معانا ورا. هو سجل هدف بعيدا عن ان هو سجل هدف وانا فرحت له انه سجل، بس ما تقفش هو وروديجير الثنائيه الاثنين دول مع بعض. قلتها مليون مره قبل كده، ما ينفعوش يا جدعان، اقسم بالله ده ما يلعبوش هنا ما اقولكش في الايجيبشن ليج حتى ما يحصلوش. الاثنين مع بعض سيئين جدا، الاثنين اغبى من بعض، الاثنين غشمه، الاثنين تفكيرهم محدود جدا في الوعي الكروي، في تخطيط المساحات تفكيرهم محدود، حتى في التدخلات متهورين. فما ينفعونيش اصلا، ما ينفعونيش بجد. الاثنين مع بعض ما ينفعش، لازم واحد غبي وغشيم وواحد ذكي، لازم الاثنين دول كده بيبقوا مع بعض، بيبدلوا مع بعض. انما هتقول له الاثنين اغبياء فانت هتشيل قبح. فالحمد لله ربنا سترها والمهاجمين سجلوا النهارده. يمكن من اكتر الحاجات اللي عجباني انك استغليت الفرص اللي جات لك، على الرغم انك تسجل 5 اهداف بس انت معظم الفرص انت استغلتها بجد. انا مش قادر افتكر بصراحه امتى اخر مره ريال مدريد سجل اهداف من كرات عرضيه او من رأسيات. اعتقد اخر مره مش فاكر، انا فاكر اخر ماتش لينا برضو ما فيش، اخر 3-4 ماتشات ما فيش بيتسجل فيك انت، بس انت كل مره من الكرات الثابته او العرضيات بيتسجل فيك. فالنهارده سبحان الله انت سجلت ودي بالنسبه لي حاجه جديده يا جدعان. انا مبسوط، انا مش عارف بس ايه، مش عارف اجمع لان انا انت فاهم، عارف انت احساس في حاجه مبسطاك. هو كده بالظبط النهارده الريال. اتفاجئت النهارده بحته اسمه ايه اللهم صل على النبي، بيلينجهام وفينيسيوس فاجئوني النهارده بمجهودهم. فينيسيوس اداني حته كده، عارف انا ممكن اديك موسم زي 2024 اللي هو موسم البالون دور. طب ما تديني يا عم، ما كان من الاول كان في كرة عدى منها ليه ضربة جزاء واضحة ومع ذلك الحكم ما فكرش ان هو يرجع للفار، ومع ذلك اصلا الحكم كان جنبها. يعني هو عدى الاولاني وعدى من الثاني، فالاولاني جه علق رجله اليمين الرجل الثابته، فبالتالي هي قدامك اصلا. يعني المشكله ان الحكم كان وراهم فشايف التدخل ما حسبهاش. طب رجع للفار مفيش. يا جدعان ازاي بجد يا جدعان، اقسم بالله الحكام في اسبانيا وصلوا ليفل مرعب، ليفل غريب، اللي هو انتوا ما جيتوش، ما عندكوش فكره ب2 جنيه عن التحكيم. اقسم بالله ده ما فيش خالص. ده حكام الايجيبشن ليج ارحم منكم بناء على العتا اللي احنا بنشوفه ده. فالنهارده فيني اداني حته كده، انا ممكن في لحظه مع غياب مبابي اديك يا باشا موسم زي موسم 24. طب ما تديني من الاول يا عم. لازم جماهير البرنابيو تصفر عليك عشان تلعب؟ لازم جديده وغريبه. طب ايه، طب يعني هيسخن، حاسس انه ممكن يجي منه. اي نعم كان في بعض القرارات بعديها غلط وغبيه وبرضه يعني مش عارف لازمتها ايه، بس هنرجع نقول مؤشر ايجابي شويتين. رودريجو النهارده زي ما قلت لك صنع هدفين، كان عامل ماتش عالمي حرفيا. بيلينجهام المجهود البدني والربط ما بين خط الوسط والخروج بالكوره والجزء اللي قدام المهاجمين كان عاملها بشكل كويس جدا بصراحه. ويمكن المجهود البدني اللي بيأديه بيلينجهام مؤخرا، يعني مش عارف بصراحه هيجي على كاس العالم بعد كده هيبقى عامل ازاي. يا جماعه بجد اقسم بالله بيعمل مجهود بدني مرعب جبار ما شاء الله بجد عليه. فانا مش عارف هيجي من هنا لكاس العالم هيبقى عامل ازاي مع منتخب انجلترا. هو طبعا اكيد عايز يلعب اساس، هو بيقاوح وبيحارب كده عشان يلعب، فمش عارف بصراحه هيبقى عامل ازاي. جونزالو جارسي بقى يعني جونزالو جارسي لازم نجيله، يعني لازم نجيله لان معلش مع كامل احترامي الهدف الاول اتفرج كده ازاي ضحك على المدافع في الكره اللي سجلها بالهيد دي، ازاي طلع قدام بعد كده رجع لورا خلاص شكرا، طلعت قدام دي خلت المدافع يطلع معاه بعد كده سحب نفسه لورا. حاجات مين دي؟ قول لي معلش حاجات مين؟ حاجات اكيد اسطوره الاساطير كريستيانو، حاجاته اللي بيطلع قدام يسوح المدافع ويرجع يريحها بدماغه بالراحه. خلاص هو عمل كده وسجل الحمد لله. الهدف الثاني بقى عالمي يا جدعان، حته الكنترول بعد كده الفيرست تايم قبل ما تنزل، لا 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 بجد جنون بجد. ما يعملهاش معلش غير مهاجم هداف ومهاجم حريف، مهاجم عنده كرة عالية، مهاجم كرته عالية.
مين في العالم كله اصلا بيقدر يعمل الحاجتين دول؟ في المهاجمين برضه قليلين اللي يستلم الاستلام والكره ما تطولش من رجليه، او الاستلام يعني ما تطولش منه وتنزل على وش رجليه وياخد القرار بالفيرست تايم بوم خلاص. قليل اللي بيعمل الكلام ده. الهدف الثالث اردا جولر، مش عارف اردا جولر بصراحه قصد ان هو يلعبها له ولا قصد يلعبها اللي وراه كان تقريبا مستنتون، فانا مش عارف بصراحه كان قاصد يلعبها لمين، بس انا مش عارف. بس فكره ان هو يخطفها بالكعب برجليه الشمال دي صعبه، دي في حد ذاتها محتاجه قلت لك مهاجم بيلعب برجليه الاثنين ما شاء الله. خطفها برجليه الشمال دي صعبه بجد، مش سهله على لاعب اصلا بيلعب برجليه اليمين. فهو عنده التقنيه ان يقدر يستخدم رجليه الاثنين وبالتالي يسجل بيها هاتريك. يا جماعه بجد انا متفاجئ، اقسم بالله بجد متفاجئ. فانا مش عارف والله بجد مش عارف. حتى جارسيا سجل الخامس يعني. الواد اسمه ايه فيران جارسيا، لا مش فيران جارسيا، اسمه ايه والله، هم عيلة جارسيا كتير في برشلونه في ريال مدريد قصدي، فاهم؟ جونزالو جارسيا وايريك جارسيا في جارسيا كتير. انا تعبت بصراحه. حتى في برشلونه في 2 جارسيا، الحارس وايريك جارسيا، وهنا في ريال مدريد جونزالو جارسيا والتاني فيران جارسيا كتير، فاعذرني الواحد بيتلخبط يعني. سجل عن طريق عرضيه عالميه بجد من عمك فلفل لما بيلعب ظهير ايمن هو غول يا جدعان ما شاء الله بجد عليه. غول حتى في عرضياته، في الواحد سريع قوي شرس، عرضياته جميله. حاسس برضو ان في حته انسجام ما بينه وما بين رودريجو احسن من اي حد لعب معاه تقريبا، هو والخال. حته الانسجام ما بين رودريجو وارنولد مش موجوده شويتين، فالله اعلم لسه هنجيلها قدام عشان بس ما نسبقش الاحداث. طبعا منتخب المغرب بيلعب حاليا مع تنزانيا، ان شاء الله يكسبوا باذن الله، يعني باذن الله يكسبوا ونشوفهم في دور الثمانيه. اعذرني لو طولت عليك، واستناني بكره ان شاء الله الحلقه المجمعه الكامله اللي هتكلم فيها عن ريال برشلونه الستة الكبار في الدوري الانجليزي، تحليل كامل وشامل بتفاصيل معينه، تبقى حلقه مختلفه عن دي، فاستناني فيها ان شاء الله. بس الحلقه خلصت، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.